Hey guys! رح ابدأ أول شي بماك سوفت اوكر بينت بوت وهو برايمر للآي شادو. ححطه على كل الجفن وبعدين رح ثبته بلورا ميرسييه ترانسلوسنت باودر كرمال يكون ناعم وسوفت لدمج الآي شادو later on. حابدأ أول شي بالهدى بيوتي روز جولد اديشن آي شادو باليت. حاخد هيدا الآي شادو وبفلات برش تبعت الجفن ارسم مثل كات كيس سوفت مثل ما نكون شايفين. عم بركز محل ما بتكسر العين وبعدين بريشة ما عليها اي اي شادو رح ادمجه. فعم برسم مثل خط محدد عند كسرة العين وبعدين بريشة ناعمة ادمجه سوفتلي. نكست رح اخد ان ايلاينر برش هيك بتجي انجلد بس لحتى احدد الوينج بارت لانه بدنا الاي شادو يكون له سحبة وله وينج على الطرف. فعم بحدد الوينج بارت لانه هيدا البارت بدي يكون ضل ناعم ومش ناعم، بدي يكون محدود وواضح. بعدين رح اخد هيدا الاي شادو اللي بيجي على بني محروق شوي ورح ادمج اول بارت يعني الطرف الجواني من العين لثلاث ارباع العين واترك محل الوينج مش مدموج مشان يكون هيك مثل كأنه محل الوينج بيضلوا شارب وقاسي بس اول طرف العين بيكون soft and blended. وهلا رح اخد اي شادو بني من كمان الباليت تبعت هدى بيوتي ورح حدد نفس البارت اللي كنت حاطته اول شيء اللي هو البني اول شيء تبع الكات كريس بس لحتى نغمق الاي شادو شوي. and then رح اخد a big fluffy brush بس لحتى ارجع ادمج كل شيء ببعضه يكون soft اكيد الطرف الجواني مش البراني. بعدين رح اخد هيدا الاي شادو وبماي رينج فينجر رح احطه على النص العين ورح اترك اول عند دمعة العين فراغ لان رح استعمل اي شادو تاني كمان بماي فينجر وحطه اللي هو هيدا وهو روز جولد اي ثينك ورح احطه بالنص هيك بيكون عنا مثل روز جولد وبيموج على الذهبي هيك بيعطي افكت كتير حلو. والسبب اللي عم حطهم بماي فينجر لانه هول الاي شادو مجبورين تحطوهم بيور فينجرز هيك مكتوب على الباليت. then I'm gonna take a black eyeshadow وحدد الوينج بارت هيك بتبين شارب وبيبين انه العين مسحوبة وارجع ادمج كل شي بالبني المحروق اللي استعملته اولا. next رح اخد هيدا الليكويد لاينر من Urban Decay اسمه Space Cowboy ورح حدد الوينج من برا من فوقها يعني ارسم خط من فوقها وحدد الكريس يعني كسرة العين. مثل ما نكون شايفين ماني عم برسم فوق الاي شادو بالعكس كل ما عم فوت لجوا عم بحدد كسرة العين مش الاي شادو هيك بيعطي هيك مثل كسرة حلوة للعين. بعدين رح اخد بان ايلاينر برش وحدد فوق رموشي بالاسود امسح كل شي هر. واللاشز اللي ححطهم هن سامانتا من هدى بيوتي بس اكيد رح احط ماسكارا اولا and then I'm gonna put them on. مثل ما كون شايفين بلزق النص اولا وبعدين I glue الطرف البراني وبعدين الطرف الجواني. That's the best way لتحطوا اللاشز. رح اخد هذا الكونسيلر بس as a primer تحت العين بس كرمال الاي شادو ماني عم بخبي السواد بس عم بستعمله كبرايمر. واخد البني بفلات برش من مورفي وحدد فوق رموشي دغري يعني عند رموشي من تحت عم بحددهم بالبني كرمال. هلا اخد البني المحروق اللي استعملته اولا ببيج فلافي برش من مورفي وادمجه مثل ما نكون شايفين. هاي البرش البانسل فلافي بتدمج الاي شادو بيرفكتلي من تحت. نكست رح اخد هذا الشيد الفاتح اللي بيميل شوي على ذهبي وحطه بدمعة العين لنعطي شوية هايلايت لزاوية العين and then رح اعمل كوتينج لماي لاشز من تحت بالمسكارا. والمسكارا اللي عم استعملها اسمها Perversion من Urban Decay. بعدين رح مشط حواجبي بالانستازيا بيفرلي هيلز براوز انت رح حددهم كمان بالبراوز. والشيد اللي انا بستعمله اسمه ايبوني ولما ببدأ عطول ببدأ من الطرف الجواني سلولي بحددهم من تحت وبعدين ببلش عبيهم من فوق. ما حفوت كتير ديتيلز كيف بعبي حواجبي لأنه كل شخص بيعبيهم بطريقته حسب يعني رسمة حواجبه. بس إذا حابين تشوفوا in depth tutorial كيف بعمل my brows let me know بركي بصور tutorial بس about my brows. next رح اخد هذا all nighter foundation that I love من Urban Decay وبس قبل رح احط فرسالي اويل على كل وجهي ادمجه هيك بيعطي مثل برايمر جلوي كتير حلو بصير بشرتي منورة وبنفس الوقت بصير
يعني بيرطب لي بشرتي. بديت اول شي بالفاونديشن بالبيوتي بلندر، بس تذكرت انه ما بحب هالطريقه بهيدا الفاونديشن بالذات، سو اخذت البافينج برش من ريل تكنيك لحتى ادمجه، لانه بدي يكون فول كفرج وذاتس ذا بيست واي. بعدين عم باخد الميبيلين كونسيلر فيت مي اسمه، وعم بعمل هايلايت لتحت العين and على my nose، ورح اعمل كمان هايلايت لماي forehead also فوق تمي وماي chin وتحت الارياز اللي بدي اعمل فيها كونتور. يعني عم بعمل هايلايت basically. عم اخد الانستازيا بيفرلي هيلز كونتور ستيك فاونديشن بالشيد تان كرمال اعمل كونتورينج لطرف وجهي، بس مثل ما كنتوا شايفين ده اللون منه كتير غامق بس بيعطي سمر اكتر. حطيت الفارسلي اويل على البيوتي بلندر وهلا عم بدمجه للفاونديشن وللكونتورينج والهايلايتنج. اكيد بلش اول شي بالهايلايت وبعدين بدمج الكونتورينج، وكلهم بدمجهم بطريقه الدق مشان ثبتهم بمحلهم ومروحهم. هلا عم برجع للورا مرسييه باودر لاعمل بيكينج تحت العين وتحت الكونتور. انا كتير بحب اعمل بيكينج تحت الكونتور لانه بحب الكراسي الخطوط تعلى، ولما بعمل بيكينج تحت الكونتور بيصير بيظهروا اكتر. وعم استعمل افلات برش وعم بتركن على وجهي كرمال البشره تمتصهم منيح، وبعدين بروح الاكسس وبفوت من طرف مداينتي لعند ماي ماوث. وهلا عم باخد من الكونتور كيت الباودر تبعت نيكس، عم بعمل كونتورينج لماي تشيك بونز يعني كراسي خدودي، وشوي صغيره لماي فورهيد. I really love this contour kit. هلا عم باخد هذا الشيد اللي هيك على بنانا بس لاعمل هايلايت لنص يعني البريدج تبع ماي نوز، بعدين بيك فلافي برش عم روح كل البيكينج. هلا عم بستعمل هيدا البلاش من Urban Decay اسمه Capture، and then عم باخد الشامبين كولكشن من بيكا and جاكلين هيل، وعم باخد the two highlights together وعم بخلطهم سوا وعم بحطهم on my cheekbones, on my nose, لا not yet, on my nose, فوق تمي، على دقني وفوق الحاجب. هلا for the lips عم بستعمل كايلي ليب كيت ليب لاينر بالاحرى in the shade Mary Jo K. كنت حابه احط الليبستيك كمان من فوقها، بس بعدين ذكرت انه ما كتير عبالي الاحمر يكون كتير قوي، فاخذت بس الليب لاينر، حطيت الليب لاينر on its own وعبيت كل تمي فيه. And that's it for this look. بتمنى يكون عجبكم. Merry Christmas يا حلوين, and hope to see you soon in my next video. Kisses, bye bye.